والميزه ان في المدينه هذه، المدينه الجنوبيه، الكويت هي القنصليه العربيه الوحيده الموجوده في هذا يعني، وهذا يعني ايضا يعطي الكويت يعني بعد. كذلك يعني ابو علي، خلينا نطلع من موضوع الصين. نعم. موضوع الصين طويل، بس انا حقيقه يعني راح كل ليله راح ندش لك على موضوع. احب ان يعني اشكركم ابو علي، واشكر قناه العداله قناتي العزيزه الحبيبه، واشكر ايضا مواقفكم انتم، شكر من القلب يا ابو علي لكلامكم الطيب اللي قلتوه في فتره غيابي في على واجبنا يعني، وهذا ما هو كثير عليكم ابو علي. انا حقيقه بس في يعني عجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بداية بس أنا أبي أقرأ مقالة عجبتني حقيقة حق الأستاذ الفاضل الزميل صالح الشايجي، يعني كتبها في جريدة الأنباء أمس. هي تعتبر مدخل اللي راح أقوله بس بعجالة يعني. أخوي صالح الشايجي شو يقول: ومشعل النيران في القلوب المطمئنة يصنفون الكويتيين أصناف شتى وكأنهم قوم صينيون ملياريون عددا، وكيف يقوم شل زائد عن حجم الجسم الكويتي لأن يفتح فاه بفاحش القول يهرف بالتاريخ وبالأنساب والأصلاب هرف جاهل، وكأنه قد أوكل إليه أمر تصنيف الكويتيين بين أصيل ودخيل ومؤسس وطارئ. وهل تخلو أعظم البلدان من طارئين سدوا في سماعها عين الشمس؟ أليس أوباما طارئا كان أبوه قبل سنوات لا يستطيع ركوب حافلة ركابها بيض البشرة؟ ثم كيف يظن الجهلاء والمسطحون بأن القبائل وأبنائها طارئون على الكويت جاءوا بعدما أضاءت سماؤها بنيران النفط؟ ألا يعلمون بأن القبائل وأبنائها سيوف وسهام وخيل بثت الرعب في قلوب الغزاة حين لم يكن في الكويت مغنم ولا ظل سدرة ولا مرعى ولا ماء ولا كلأ ولا نار؟ في حكم من وفي علم من وتاريخ من وعرف من صارت القبائل وأبنائها طارئين على الكويت؟ وأي كويت تلك التي طرأ عليها طارئو القبائل؟ هل هي كويت المزورين والمهربين واللصوص والمطاردين الذين تطاردهم العدالة ومن طوقت بيوتهم بالأسس بقية اغتيادهم مغفورين مطلوبين على ذمة قضايا متراكمة، نصب واحتيال وتدليس وتزوير وأموال غير مشروعة يلوحون بها أمام النظارة في الفضائيات؟ من حكم الجاهل وفوضه لرص الكويتيين صفوفا نقية دماؤها طاهرة قلوبها وصفوفا مشكوكا بولائها سوداء قلوبها محتكرة نواياها؟ وإني لا أعجب من البعض الذي يطربهم حديث الجهلاء ويستردونه ويستسيغون سمعه. ألا يدري هؤلاء أنهم كالطير يرقص مذبوحا من الألم؟ إن الجرح قائر ويعف الغلم عن إتيان فواحش هذا الواقع المخيف. أنا أقول دهيران بالخيل وتعرفونه ويعرفه اللي يتكلم عنه، يعرفون زين، اللي ما يعرف يسأل. ما يغير كلامه ولا مبادئه. الكلام اللي يقوله قدام الشاشة والإعلام هو نفس الكلام اللي يقوله في الغرف المغلقة وفي الديوانيات. ما هو من اللي يتكلم في مواقفه ولا يكون أداة في يد غيره يضربون فيه وهو يعرف. أما بالنسبة لما ذكره الجاهل في مقابلته فأقسم بالله وأقسم بالله وقسم عظيم إن الكلام ما هو صحيح، وكذب وافتراء من شخص اعتاد الكذب والنصب والدجل والاحتيال. أنا قلت يا أبو أنور وأقول للأخوان كلهم يا مرحبا. هلا بالصيني. عشان شاء الله. الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يسلمك. أنا قلت وأقول إن تلفوني ما يخزن للرياجيل يا أبو أنور والإخوان. الرياجيل أبناء الرجال، ولا يوجد فيه مكان لمن تربى في الشوارع وأكمل حياته في السجون وانتقل إلى مرحلة أكبر من النصب، والأدلة كثيرة وموجودة ولا أدل على ذلك من عمارة فرونية وغيرها. أما مرحلة السجن أنا ما راح أتحدث عنها لأن اللي حصل في زنزانة مع واحد من السجون. بس خليني أتكلم علي تكفى. أنا بتكلم. أنا عندي كلام لازم إني أقوله. الكلمة يدري والله بنور، والله ما قصرت عز قال وفعل. أنا ما أبي أقول شنو صار في الزنزانة مع السجين الأجنبي وهو يعرفه. إكرام وتقدير لمن يتابع العدالة الحين. أقدر المشاهد اللي وراء الكاميرا وأقول أني لدي مستندات وأدلة وقسما بآية الله متخلي هالجاهل هذا يتوقف 1000 مرة قبل ما يزج اسم قناة العدالة أو اسم دهيران أو اسم أي واحد من الإخوان الموجودين في موضوع إحنا طرف فيه. أما الوزير السابق اللي خطط لهذا الساقط فأقول له إن اجتماع القاهرة والكراد والريتس
ترى موثق عندي قسما بالله، موثق وبالاسماء وكل شيء موجود عندي. زين عشان اعرفك وراح تلسب وبالقانون انت واللي قاعد. اما الغيادي ولا ماني قاعد اسمه؟ ماني قاعد. اقول ولا فيصل صار النبي ادري، بس بقول شغله ابو علي. انا اقول حق هذا الغيادي لا تتصل فيني عشان موضوع الساقط هذا، ولا يشرفني انك تكلمني عن موضوعه، ولا تطلب مني اني انا ما اتطرق له. قسما بالله لا اجيب اسمك انت فيه، ولا قسما بالله لا اوصلها لاعلى مستويات. اذا انت تدخلت او غيرك انك انت تدافعون عن الساقطين هذولا والنوعيات الفاسده اللي تشق مجتمعنا الكويتي، لا هو ولا غيره يقدر يتجرأ انه يشق مجتمعنا. زين وراح اكشفكم بالاسماء، واقول حق الناس اللي يجلسون هذولا في صدور المجالس هذه كان يقعد فيها رجالات كويتة افاضل، ناس ابناء اسر كريمه. زين ما المفروض اللي تربى في مزارع الفاو واللي مارس مهنه تكريب النخل اللي قاعد هناك انه يضرب شريحه كبيره من ابناء المجتمع الكويتي. هدي واقول قسما بالله اذا هذول هم اللي يقيمون مجتمع هزلت، وانا ما اشرح على السافل هذا ولا اشرح على الساقط، اشرح على الناس اللي قاعد تدفع. بس يا ريت يطلعون رؤوسهم حتى يعرفون شلون يصير شلون. والله قاعد اقول غير الموضوع. الحمد لله على السلامه. فيصل هذا تبكاي ويا الحلوه من الصيف. انا تغليد هذا ابو حريق. انا جاي من الصيف. انا شوف اللي يعرف دهيران زين، ما ممكن يدش يوم من الايام يدش شك في ان مواقف دهيران. لكن انا اوضح للناس اللي ما تعرف، الناس اللي يحاول يصور، وانا يعني يكفيني فخر الكلام اللي قاله ابو انور، والكلام اللي قاله انصار، والكلام اللي قاله ابو فواز. هذا فخر لي انا، اخواني دافعوا عني، انا ماني موجود، بس فعلا عارفين دهيران، عارفين معدن دهيران. ما يضرني هذا ولا ياثر فيني هذا ولا، بس انا هذا الشخص يسيء المجتمع، هذا الشخص